ازاي واحد بيتمرن سنين وبرضه ركبته بتدخل لجوه في السكوات او ظهره بيقع في البوش اب او يحس ان جسمه بيتفكك مع اي وزن تقيل. الحقيقه ان جسمك مش هدفه انه يتحرك بشكل مثالي، لكن هدفه الاساسي انه ينجز الحركه وخلاص. يعني لو في عضله ضعيفه الجسم مش هيوقف التمرين ويقول لك انا اسف العضله دي ضعيفه ومش شغاله، لكن هيبدا يدور على عضلات تانية تساعده، وده اللي بنسميه كومبنسيشن او التعويض الحركي. يعني مثلا لو عضله الجلوت ضعيفه فالجسم ممكن يدخل الركبه لجوه مع السكوات، ولو الكود مش ثابت كفايه فالظهر هيقع مع اول عده بوش اب، ولو الانكل موبيليتي محدوده فالجسم هيرفع الكعب او هيميل زياده لقدام. فالجسم ذكي جدا، ولكن الذكاء ده ممكن يخليك تتحرك غلط لفتره طويله من غير ما تاخد بالك. انت ممكن تشيل وزن تقيل لكن جسمك من جوه بيعوض في كل عده، ومع الوقت التعويضات دي هتتحول لألم او ضغط على المفاصل او اصابات. وده يفسر ليه احيانا مكان الالم مش هو مكان المشكله. يعني ممكن ركبتك توجعك لكن المشكله الحقيقيه في ضعف عضلات الهب. علشان كده مش دايما الحركه الغلط معناها انك ضعيف، احيانا معناها ان جسمك بيحاول يحميك باسهل طريقه ممكنه يقدر عليها. وكل ما اكتشفت التعويضات بدري كل ما الحركه تبقى اقوى واريح وامن على جسمك.